ما بين إصرار أوسيريو على طريقة لعبه الغير مجدية مع نادي الزمالك وعدم تطبيق لاعبي الزمالك. الزمالك حقق انتصار بهدفين مقابل لا شيء على فريق طلائع الجيش، اللي من وجهة نظري كان مسلم تسليم أهالي كده لنادي الزمالك في آخر الماتش. معرفش يعني المدرب سحب خط النص فضى الملعب. عماد النحاس معرفش كان دماغه ايه، عايز يكسب بس بطريقة غريبة شوية ان هو هيلعب كونتر اتاك، مع ان في حين في كتير من الاوقات طلائع الجيش بيوصل والزمالك بيعاني على المستوى الدفاعي ويعاني على مستوى خط النص ويعاني على مستوى تقارب الخطوط من بعض، ورغم من ذلك هو اسوري مصمم على طريقة اللعب دي. وحتى النهارده في مؤتمر الصحفي بيقول لك يا جماعة انا مش هغير طريقة اللعب، انا هلعب بيها ومصمم بيها. أبقى احنا شايفين الملعب الزمالك بيعاني يا جماعة. طب هيفضل هو مصر على الطريقه دي لحد امتى؟ هو شايف ان اللعيبه لسه ما خدتش على الطريقه ومحتاجه وقت عشان تتعلمها. طب الاسهل ان هي تتعلمها ولا ان انت تغير طريقه اللعب عشان تلعب بطريقه لعب مناسبه ليهم ومناسبه لقدراتهم الفنيه اللي يقدروا يشتغلوا بيها الفتره الجايه؟ دي نقطه مهمه. دايما الناس المدربين مش بيختاروا طريقه اللعب وبعد كده يبنوا عليها الفرقه. المدربين بيشوفوا كواليتي اللعيبه، امكانيات اللعيبه، ويبدأ يلعب بيها زي ما فريرا كده عمل السنة اللي فاتت لما جه وما كانش فيه غير لعيبة معينة. لعب ب 3-5-2، اخترع طريقة لعب هو مش متعود عليها. هو مدرسته 4-3-3 فريرا، بس لما لقى إمكانيات اللعيبة وكواليتي اللعيبة لا يسمح إن هو يقدر يلعب بالطريقة 4-3-3 فلعب 3-5-2 عشان يأمن دفاعيا، لأنه شايف الدفاعيا إن الزمالك كان بيعاني. الحقيقة أوسيريو من مدرسة تانية خالص، هي مدرسة إن أنا بلعب بطريقة معينة وبجيب لعيبه تنفذ لي طريقتي. طب انت دلوقتي جاي على فرقه وتقول، وهو قال في المؤتمر الصحفي النهارده ان هو ما عندوش اللعيبه وما عندوش الامكانيات اللي هي تنفذ له طريقه اللعب دي، ومضطر يتعامل مع التيم والناس الموجوده. طب انت ليه تضطر تتعامل مع التيم والناس الموجوده في حين ان انت تقدر تغير طريقه اللعب نفسها وتلعب بطريقه لعب تناسب قدرات اللعيبه دي؟ بصراحة أتمنى أكون أنا غلط ويكون هو المدرب صح، ونشوف طريقة اللعب دي في الماتشات الجاية. ودت الزمالك في حتة بعيدة، يعني نقلته لطريقة نقلته لطريقة وأسلوب يقدر يحقق من خلاله انتصارات وما يعانيش على المستوى الدفاعي. اتسأل النهارده برضه أسوريو في المؤتمر الصحفي سؤال مهم جدا كان نفسي أسأله له. هو أنت لو هتلاعب فرقة كبيرة بتهاجم وعندها شراسة هجومية، زي اهلي، زي مثلا بيراميدز، زي هتلعب بنفس طريقه اللعب دي؟ قال بكل بساطه وصراحه، قال لك انا هلعب بنفس الطريقه دي قدام اي حد ومش هيهمني حد. طب انتوا تفتكروا يا جماعه لو هو الزمالك لعب قدام النصر السعودي اللي هو عنده لعيبه زي رونالدو، تاليسكا، عنده لعيبه مواصفاتها الهجوميه شديده؟ على فكرة نادي النصر من الأندية اللي هي بتعاني دفاعيا، عشان تبقوا عارفين برضه عنده مشاكل دفاعية كبيرة جدا، بس عنده خط هجوم قوي جدا. هو ممكن يخش فيه جونين بس هيجيب أربعة. دي يعني إيه؟ دي فلسفة وطريقة لعب النادي النصر. نادي النصر نادي كبير طبعا وكل احترام والتقدير ليه، بس أنا دلوقتي هل أنت متخيل إن أنت هتلاعب فرقة بتلعب بنفس طريقة لعبك اللي هي هجوميا قوية جدا ودفاعيا بتعاني؟ تخيل انت بقى الفرقتين دول لما يلعبوا قصاد بعض هجوميا مين اللي هيتفوق؟ هجوم النصر اللي فيه رونالدو وتاليسكا ولاعيبه كواليتي عالي، وقصاد انت عندك الناحيه التانيه سيف الجزيري وناصر منسي وابراهيم نضوي. اكيد الفرقه التانيه تتفوق. الفارق بين الفرقتين هيبقى ايه؟ التكوين الدفاعي والخططي اللي هو تقدر تقفل دفاعاتك. انت دفاعاتك بتعاني وهم دفاعاتهم بتعاني، بس انت بتعاني اكتر لان انت متعرفش تجيب الكوره بسرعه. اتمنى ان اللعيبه يعني تحاول تتقبل الطريقه. انا عارف ان اللعيبه مش متقبلاها، دي مشكله أنا في حد ذاتها ان هي المدرب مش واخد باله منها او مش عايز يقتنع بيها، ان اللعيبه نفسها مش متقبله طريقه اللعب دي. ودي اصعب مشكله، ان اللعيبه نفسها ما تكونش عايزه تطبق الطريقه دي. انت عارف لو اللعيبه مقتنعه بطريقه اللعب هتلعب طريقه اللعب دي وهتأدي فيها احسن ما عندها. بس طريقه اللعب دي بتخلي اللعيبه متطلباتهم الدفاعيه والهجوميه كتيره جدا. فطبعا اللعيب المصري لعيب كسول. خلينا نتفق بس على الاتفاق ده. اللعيب المصري لعيب كسول ما بيحبش يطلب منه اكتر من حاجه، هي حاجه واحده بس: انا باك يمين يبقى باك يمين بس، ما تقوليش انا بعمل باك يمين واعمل تغطيه عكسيه واضم مع الباك واضم مع الدفاع واخش قلب الملعب. هو اللعيب المصري عايز حاجه واحده بس تطلب منه في الملعب. طريقه اللعب بتاعت اسوري بتطلب ان اللعيب يبقى عنده كذا خطوه وكذا مركز هيلعبه وكذا طريقه معينه هيلعب. اتمنى ان الزمالك الاداء يتطور في اسرع وقت، لان احنا داخلين على ماتشات مهمه جدا سواء في الدوري سواء في لو الكاس هيتلعب.
الماتشات بتاعة الكاس مهمة، البطولة العربية. أتمنى اللعيبة تحاول تتقبل الطريقة دي في أسرع وقت ممكن، لأن الزمالك بيعاني وإحنا مش حمل أي خبطات ولا أزمات تانية نواجهها. بشكركم وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد في مباراة الزمالك القادمة.